كنت هتجنن لما اكتشفت ان جوزي كل يوم بيحط لي حباية منوم في كوباية الشاي بالليل. قلت اكيد بيعمل كده علشان بيخوني، او بيعمل كده علشان ينيمني وينزل يقابل ست من ورايا. لكن لما عرفت الحقيقة اكتشفت ان هو بيعمل حاجة اغرب من الخيال، حاجة عمركم ما كنتم تتخيلوها وملهاش اي تفسير عندي لحد دلوقتي. اسمعوا المشكلة للنهاية وقولوا لي اعمل ايه مع الشخص ده. وقبل ما نبدأ مشكلة النهاردة تعالوا بينا كلنا نصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في الكومنتات. ما تنساش تحط اللايك بتاعك الجميل، اعمل لي لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لك مني كل جديد. وصاحبة مشكلة النهاردة بتقول: انا واحدة متجوزة بقالي 5 سنين. انا وجوزي في اول سنتين كانت علاقتنا كويسة جدا مع بعض، وكانت الحياة ماشية بينا تمام، وكان جوزي قاعد هنا معانا وبيشتغل هنا. في السنتين دول خلفت طفل وكان ابني زي الفل والحمد لله. لكن جوزي جاله فرصة سفر بره، بس هو ما كانش مقتنع بالموضوع، ولا كان بيحب الغربة، ولا انه يبعد عني انا وابنه. لكن قال في نفس الوقت ان هو لازم يعمل لنا حاجة، وقرر وقتها وانا كمان وافقته ان هو يسافر ويعمل لنا اي حاجة. وفعلا سافر، واول ما سافر كان اول شهر متضايق جدا، وكان طول الوقت بيقعد يعيط لي في التليفون ويقول لي: انا مش عارف عملت كده ازاي، انا مش عارف ابعد عنك انت وابني، انا مش مرتاح هنا لوحدي. طبعا كنت بصبره زي اي زوجة. عدى شهر واتنين وتلاتة وبدأ يتعود على كده، وعدوا السنتين على خير، وكان مستني الاجازة بفروغ الصبر. وفعلا نزل اجازته. لكن من وقتها يا جماعة وبدأت ألاحظ إن جوزي متغير جدا عن ما سافر. بدأت ألاحظ إن هو ما كانش بيدخن بقى بيدخن، ما كانش بيحب ريحتها بقى بيشرب سجاير. بدأت ألاحظ إن هو طول الوقت ما بيتكلمش معايا زي عوايده، ولا بيهزر زي زمان. مش هو ده جوزي. وساعات بلاقيه قاعد لوحده كده في مكان ومسهم وساكت والدموع في عينيه. الكلام ده كله يا جماعة ما ظهرش غير لما جوزي نزل من السفر. وكنت دايما بسأله: انت فيك ايه اللي اتغير من بعد ما رجعت من السفر؟ كان يقول لي: بصي، ما تجيبليش سيرة السنتين دول ابدا على لسانك. وكان بيتهرب مني ويسيبني ويمشي. وكنت انا بدأت الاحظ كمان حاجة غريبة جدا ما كانش بيعملها قبل كده، ان هو دايما متعود قبل ما ينام يشرب كوباية الشاي. ولما بقيت اقول له: دي كده بتسهرك، مش هتخليك تنام، يقول لي: لا، انا متعود كده في الغربة ان انا قبل ما انام لازم بشرب كوباية الشاي. اقوم اعمل لك معايا؟ طبعا كنت انا بقول له: لا، ما تتعبش نفسك، انا اللي هقوم اعملها. كان يقول لي: لا، انا اتعودت في الغربه ان انا اللي بعمل لنفسي كوبايه الشاي، اعمل لك معايا؟ اقول له: ماشي. حبيت ان اشاركه، وقلت ممكن لما اشرب انا وهو الشاي يفضفض لي ويتكلم ويقول لي ايه اللي حصل معاه ومخليه متغير كده وحزين طول الوقت. لكن يا جماعه عدى كذا مره وكنت باخد كوبايه الشاي دي وبنام بعدها على طول، وبصحى تاني يوم مش فاكرة اي حاجة. كل اللي انا كنت ببقى فاكراه ان انا اخر حاجة بمسكها في ايدي كوباية الشاي وما بحسش بنفسي. وكنت بصحى الاقيها نفسي على كومودين وما كملتهاش. وكنت اصحى دايما اقول لنفسي: ايه ده، هو انا كل يوم بسيب نص كوباية الشاي؟ طب انا مش فاكرة اي حاجة ليه؟ طب انا قلت لجوزي ايه ولا جوزي قال لي ايه؟ ما كنتش ببقى فاكرة اي حاجة نهائي. لحد ما كنت في مرة نفس اللي حصل ده قعد يتكرر، ولقيته بيقول لي: اعمل لك كوباية الشاي. فقلت له: ماشي. بس لقيته بيعمل حاجة غريبة جدا، بس طبعا ما خليتهوش ياخد بالي مني، لان انا كنت متعمدة ان انا ما خليهوش يشوفني على سبيل الهزار. في الوقت ده انا اتداريت كده شوية ولقيته بيعمل حاجة غريبة. لقيته مطلع علبة صغيرة كده من جيبه وبيفتحها، ولقيته بيحط لي في كوباية الشاي حباية كده صغيرة. طبعا انا استغربت وقتها، لانه بيحط في المج بتاعي مش في المج بتاعه اللي هو مخصصه لنفسه، ما بيخليش اي حد يشرب فيه غيره. في الوقت ده انا بصراحة الشك دخل في قلبي، وقلت: يبقى انا بنام كل يوم بسبب الحباية دي، اكيد دي حباية منوم.
وساعتها قلت لنفسي يا جماعة أكيد جوزي بيخوني علشان كده متغير، وأكيد بيعرف ست عليا وبينزل يقابلها بعد ما بروح في النوم. وقلت أنا لازم مشربش كوباية الشاي دي، وأعمل نفسي إن أنا باخد بق، وبعد كده أسهيه وأرمي كوباية الشاي علشان أشوفه بيعمل إيه لما بنام. وفعلا أول ما دخلت على السرير أنا وجوزي، وكالعادة قعدنا أنا وهو واتكلمنا شوية، وبعدين وهمته ان انا بشرب كوباية الشاي. وبعد كده قلت له لو سمحت ممكن تجيب لي كوباية مية، وفعلا قام علشان يجيب لي كوباية مية ورحت قلبها. في الوقت ده هو رجع ولقاني كالعادة شاربة أكتر من نص كوباية الشاي، فلقيته مبتسم وفرحان إن أنا عملت كده. في الوقت ده أخدت منه كوباية المية وشربت بق صغير، وبعد كده قعد جنبي على السرير وحسسته إن أنا خلاص بتاوب وبروح في النوم. وفعلا أوهمته في الوقت ده إن أنا رحت في النوم، ولقيته بيتسحب من جنبي بعديها من على السرير ودخل الحمام. وفضلت أكبر وقت صاحية علشان أشوفه بيعمل إيه. وطلع وقتها من الحمام تقريبا بعدها بحوالي نص ساعة، وراح قاعد جنبي على السرير ولسه بيحط إيده عليا. لقيت نفسي بعدها ما حسيتش بأي حاجة ورحت في النوم. صحيت تاني يوم يا جماعة بكلم نفسي، قلت لأ كده مفيش كلام، أنا لازم أنزل أجيب كاميرا وأعلقها عندي في الشقة. وفعلا في الوقت ده هو كان رايح يزور أخته ويبص عليها، وقال لي تعالي معايا. قلت له لأ أنا مش هروح معاك علشان حاسة بشوية تعب، أنا هفضل في البيت. وأول ما نزلت على طول وجبت كاميرا مراقبة وعلقتها في الشقة عندي. وفعلا رحت اشتريتها وجبت فني تركيب علشان يركبها لي، وركبها لي ونزل على طول قبل ما جوزي يجي. في الوقت ده حسيت انه هيتكرر طبعا كل يوم نفس اللي بيحصل، بس انا كنت مستعدية ليه ان انا خلاص هشرب كوباية الشاي وهروح في النوم. بس كنت متأكدة ان اللي هيحصل هو اللي هيتسجل على كاميرا المراقبة واللي انا هشوفه بعديها. وعمل كده. وتاني يوم صحيت من النوم كان هو خارج يجيب حاجة من بره، وما صدقت ان هو نزل بسرعة، وقمت علشان اشوف الفيديو اللي اتصور واشوفه بيعمل ايه. وكانت الصدمة بالنسبة لي، شفت حاجة عمري ما كنت أتخيلها. أنا كنت متوقعة إن هو أكيد بيخوني أو بينزل من البيت، لكن عمري ما كنت أتخيل إن هو بيعمل فيا اللي بيعمله ده. لقيته يا جماعة بيشيل الهدوم من عليا، وبعدين بيفضل يبصلي وقت كبير جدا ويفضل باصصلي، وبعد كده بيبتدي يمارس معايا كل حاجة وانا نايمة. طبعا وقتها انا استغربت جدا وقلت ايه ده، انا كنت متخيلة ان هو هيكون بيخوني مع واحدة تانية او بيكلم ست مثلا هو قاعد في البيت، لكن استغربت من الفعل اللي بيعمله وانا نايمة. طب ما انا متاحة طول اليوم قدامه وطول الوقت، ببقى صاحية وبتمنى ان هو يكلمني او يحسسني ان هو عايزني او مشتاق لي. لكن اللي انا استغربت له ان هو بيعمل معايا كده وانا نايمة، وبيتعمد ان هو بيديني منوم كل يوم علشان اروح في النوم وما اعملش معاه اي حاجة، ولا اسأله انت بتعمل ايه، ولا احس باي حاجة. وده يا جماعة اللي هيجنني، انا ما بقيتش عارفة اتصرف معاه ازاي. اقول له انا مصوراك وعرفت انت بتعمل معايا ايه، ولا انا ما اقولهوش اصلا؟ انا بجد مش عارفة ايه سبب ده، ولا لاقية تفسير لاي حاجة من دي. وخصوصا ان هو ما بيخونيش ولا يعرف ست تانية عليا، ده بيعمل كده معايا، بس الفرق وانا نايمة، ولازم اكون رايحة في النوم ونايمة. مش لاقية تفسير يا جماعة، بالله عليكم قولولي اعمل ايه، اواجهه ولا اسكت وافضل كاتمة في نفسي؟ وخصوصا الموضوع ده بدأ يضايقني، وان انا كمان مفيش تفاعل معاه، ولا حاسة بأنوثتي ولا حاسة بأي حاجة، وحاسة ان انا بقيت واحدة رخيصة جدا جدا في نظره. من فضلكم قولولي اتصرف ازاي. ودي كانت مشكلة النهاردة اللي معانا. ما تنسوش تسيبوا رأيكم لصاحبة المشكلة في الكومنت، ضروري جدا، وما تنساش تحط اللايك بتاعك الجميل. اشوفكم في حكاية جديدة وقصة جديدة مع قصص وحكايات وردة احمد ان شاء الله.